السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وملخص الأسبوع اللي فات عشان ما نطولش عليكم ونخش في الموضوع على طول. إيه العمل يا أحمد؟ بصراحة أنا سمعت الفيديو ده من أيام زمان، من فترة طويلة جدا، أول ما نزل على السوشيال ميديا، بس عملت سكرول كده ولفيت على طول لأن لقيت واحد بيقول إيه العمل يا أحمد، فتخيلت مثلا إن الشاب مخلف ولد وسماه أحمد أو بيكلم واحد اسمه أحمد، فما اهتمتش وقلت مالناش علاقة بالعلاقات الشخصية ولفيت. تدور الأيام ويلف الزمن ويجي دلوقتي نعرف إنه بيتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. خلينا بس عشان ما اطولش عليكم نكمل كده ونشوف ردود الناس هتقول عليه ايه. كلكم عارفينها واللي ما يعرفهاش اكيد سمع كوبليه منها، لان اللي غنوها كتير وبتتغنى في اغلب الافراح وفي اغلب المناسبات الدينيه. فلو انت يا سيدي الفاضل بتشغلها عندك في البيت او بتشغلها عندك في الشغل او بتشغلها عندك في وقت فراغك او بتشغلها عندك لعيالك، فخلينا اعرفك وللاسف الشديد ان الاغنيه دي فيها اساءة ادب. إساءة أدب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي أصلاً معمولة في مدحه الأغنية. لما تيجي تتكلم أو تمدح سيد البشر ما ينفعش تقول إيه العمل يا أحمد وكأنك بتكلم جوز أختك أو ابن أخوك الصغير. طيب ليه ما ينفعش؟ هقول لك أنا على 3 حاجات. أولاً نزلت آية من 1400 سنة في صحابة رسول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. يعني ما ينفعش تندهوا على النبي زي ما بتندهوا على بعض. ثانياً ما فيش ولا آية واحدة في القرآن الكريم كلها نده فيها المولى عز وجل على النبي وقال فيها يا محمد أبدا. كل الآيات قال فيها يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، تكريما وتعظيما وإجلالا لسيد البشر محمد. ثالثا بالله عليك لو أبوك اسمه أحمد تقدر تتكلم معاه أو عنه وتقول له إيه العمل يا أحمد؟ ولا احترامك وتقديرك لأبوك يمنعك ان انت تقول كده؟ انا عن نفسي ابوي اسمه السيد، واحترامي وتقديري لابوي يمنعني ما نقدرش نقول ايه العمل يا سيد رحمة الله عليه. فما ينفعش النبي يكون مكرم من فوق 7 سماوات ومكرم في الارض بين صحابته وبين زوجاته، ونيجي احنا دلوقتي عشان كلمات الاغنية تركب على بعض نسيء اليه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. بس يا محترم، هي الحكايه كلها طبعا علشان الكلمات تركب على بعضها فقالوا كده، وطبعا الانتاج والمصورين والمعدين وكل الناس اللي اشتغلت على الاغنيه ديت، طبعا انا بعتبرها اغنيه مش مدح لان فيها موسيقى كمان، مفيش حد تدارك الخطا خالص وتسابوا الدنيا كده، وموضوع ما خلصش على كده. ده انا تعالى ما اوريك حاجه تانية كده، اتفرج. طبعا مش هينفع نكمل الفيديو لان زي ما انتم شايفين الفيديو ده في فرح، موسيقى ودي جي والناس عماله تطبل كأن هي مثلا اغنيه لعمرو دياب، كأن هي اغنيه لمحمد منير. الناس دي قاعده والدنيا ماشيه كده عادي خالص ومفيش اي حد قام يتكلم من الناس اللي موجوده. يقول لي الفتوى صح. صدق. انا كنت بس بحب واحد وكنت متجوزه، وكان معلش كان متجوز. رحت لشيخ وقال لي اعمل لك قلب واخليه يحبك وهياخد مني 10000 جنيه، وفعلا اديته ال 10000 وطلق مراته واتجوزني. لا حول ولا قوة إلا بالله. طلق مراته؟ وعشت معاه يعني احلى سنتين في حياتي وخلفت منه بنت، وبعدين معاملته اتغيرت معايا وسابني ورجع لمراته الاولانيه. طبعا. وعرفت انها راحت لنفس الشيخ. مراته الاولانيه استني مراته الاولانيه راحت لنفس الشيخ اللي انت رحتي له؟ اللي انتوا معتقدين اللي هو اللي عمل الليله دي. كملي يا حبيبتي اتفضلي. ولما رحت للشيخ قال لي ده شغلي واكل عيشي، بس انا عادي ممكن ارجعه لك بس تاخد منك 30000. لا حول. هو ياخد منك كام؟ 30000. ما شاء الله. طب ما تدفعي له ال 30000. ما انا مش معايا الفلوس فقلت اخد قرض. طب بس ايه؟ في ناس اخد قرض. لا اله الا الله. في ناس بتقول ان القرض حرام، بس لو حاجه ضروريه مش حرام. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف وصل بينا الحال لحد فين. ادي اخره التلفزيونات واخره المسلسلات اللي الممثلين قاعدين سايبين 11 شهر طول السنه وجايين في ايام المغفره وايام الرحمه بيحلوا محل الشيطان. نشوف الراجل ده هيرد يقول لنا ايه. الانسان ده غشيم، فاكر نفسه اتخلق عشان يسيطر على الكوكب، وبيقول انه اذكى كائن على الارض، مع ان افعاله بتقول عكس كده خالص. طب ما هو اذكى كائن فعلا. مش مؤكد. الحربايه مثلا ممكن تكون فاكره نفسها اذكى كائن على الكوكب عشان بتعرف تغير لونها، والثعالب ممكن تكون مقتنعه انها اذكى من الحربايه عشان مكارين بقى وكده. ها، مش ممكن احنا نكون زيهم ويطلع ذكائنا الخارق ده ولا حاجه بالنسبه لمخلوقات تانيه؟ بس العلم اثبت ان القدرات العقليه للانسان مش موجوده عند اي كائن تاني. العلم ده اللي عمله الانسان؟ ومين ينشد للعروسه؟ تقدر تقول لي ازاي كائن ذكي يحدف قنبله نوويه على نفس نوعه ويقتل بيها ملايين؟ عمرك شفت قبيله من الحمير بتقتل في حمير تانيه
عشان شويه بترول ولا حته ارض؟ يا اسطى ما الحيوانات بتاكل في بعضها عشان تعيش. اديك قول. عظيم، انا حاسس ان احنا هنقوم في يوم من الايام على كارثه. عارفين الفراعنه؟ ما انتش عارف ان ايام الفراعنه في فجوه كبيره بين الاجيال الفراعنه والاجيال الحاليه او الجيل اللي بعدهم. معظم الاقوال الناس اللي بتقول ان حصل كارثه قضت على كل الناس اللي موجوده من ايام الفراعنه وانتهى بيهم الاجل، قضت على كل الناس ما خلتش حد خالص وانتهى الموضوع على كده. الفيديو ده انتشر بطريقه كبيره في الفتره اللي فاتت، لواحد بيصور ناس في الهند. طبعا هذا الفيديو عند اشهر صانع عصير في نيودلهي وكلكوتا. هي بيفتح اكياس الحليب في الطنجره. طبعا لازم البلاستيك ينزل في الطنجره لانه بيعطي طعم هذا البلاستيك تبع الحليب. فتح 4 لتر حليب وصفاهم 100% وتأكد من التصفية. طبعا ببلش هون إضافة زيت الذرة. زيت الذرة بخلي العصير ينزل في المعدة بطريقة سلسة. و100% بما إنه الدنيا شتاء بلش يضيف إيش؟ دواء كحة. دواء كحة عشان يتغلب على السؤال. يعني هذا منه طبي ومنه ببرد وبيعطي نكهة طيبة. وطبعا هون ببلش الخلط، يقعد يخلط ويضيف شغلات حمراء. طبعا هاي سر المهنة، ما حدا بيعرف شو هذا الأحمر، بس في إشاعة بتقول هاي قشر بطيخ. طبعا ما حدا متأكد من هاي المعلومة لأنه أسرار شغل. يبلش الخلط طبعا، وطبعا بتاخذ كاستك وبتشربها. وطبعا لازم تستخير قبل ما تشرب. عارف المشكله فين؟ ان في مطاعم كتيره بتعمل كده، يعني ده في الهند، بس في ناس في اماكن كتيره بتعمل كده، وفي فساد وفي ولازم تقيس حياتك على كل اللي انت بتاكله بره. ممكن يكون بنفس الوضع ده، ما انت ما دخلتش المطعم وما دخلتش المطبخ جوه، ما انتش عارف ايه اللي بيحصل. ده في فيديوهات اسوأ من كده. خلينا نشوف اللقطه اللي جايه دي. الاسانسير كان بايظ، لقيت جارتي طالعه على السلم عماله تزعق وتقول ايه السلم المعفن ده اللي شبه اصحابه. رحت طلعت لها بقى قلت لها انا سمعتك انت بتقولي ايه، انا سلمي معفن؟ ده انا سلمي انضف من شقتك كلها يا وليه مقشفه يا اللي الدوده طالعه من بيتك قد كده. انا سلمي معفن؟ ده انا العماره كلها تشهد بنظافتي. المهم جه محمد جوزي بقى راح طلع على الصوت وقال لي انا نازل، انا ما بحبش المشاكل دي. قلت له ماشي، ما تنساش تجيب الغدا معاك وانت جاي. قال لي طيب. المهم قلت بقى استغل ان محمد بقى نزل عشان اثبت له برده الصراحه كان السلم معفن. الواحد يقول اللي ليه واللي عليه، بس ما حدش يحب يطلع نفسه غلطان. يعني هو السلم معفن بس انا اقول انا ماليش دعوه. تحشر ليه هي في اللي ملهاش فيه؟ العيب مش ان هي تقول ان السلم معفن، العيب ان هي مناخيرها تطلع بره دايره وشها وتقول على سلمي معفن. تخليها في نفسها اللي السلم بتاعها بيتعمل من العيد للعيد. المهم جيت بقى رحت كنسه كده السلم وقعدت اكنسه كده واقول بقى ايه، يلا بقى جبت لي الكلام من اللي يسوى واللي ما يسواش. الفيديو على الرغم ان هو اداء تمثيلي، هي بتمثل بس بتعمل تمثيلي، ممكن ما تكونش حصلت التمثيليه دي فعلا، بس هي بتمثل عشان تجيب مشاهدات ومتابعين والكلام ده كله. معفنه واللي يسوى واللي ما يسواش وزباله وسلمك بيتعمل من الشهر للشهر. طب لما اولاد حضرتك يسمعوكي وانت بتقولي الالفاظ دي هيطلعوا عاملين ازاي؟ ما هيطلعوا يقولوا نفس الالفاظ ويبقى المجتمع كله بنفس الالفاظ دي ونصدر لبعض. يعني انت الجار اهم حد بالنسبه لك، الجار اهم من اخوك، الجار اهم من ابوك واهلك. ليه؟ علشان انت لو حصل لك اي حاجه، اي كارثه، اي مصيبه، اول واحد هيدور عليك اللي هو الجار، اول واحد هيسال عليك هو الجار. يلا تكون الحلقه عجبتكم، يكون الملخص عجبكم، ما تنساش تضغط لايك للفيديو ده واستناني في حلقه جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.